نعم. الضغط اللي انا حطيته على النادي لاوصل النادي الاهلي، على النادي هناك، على النادي هناك. كان رافض ان انت تمشي. انا كنت ماضي 4 سنين ونص. كويس. كان لسه دي اول سنه، كان لسه اول 3 شهور. نعم. احنا ازاي ما خدناش بالنا من حاجه زي كده من الاول؟ وسام ابو علي طلع مدقدق في الشغلانه. اسمع كده، انا كنت ماضي 4 سنين ونص. كويس. كان لسه دي اول سنه، كان لسه في نفس المده اللي احنا كنا ماضيين معاه فيها 4 سنين ونص، وبرضه لعب لسه موسم ده ازاي ما خدناش بالنا من كل ده؟ وسام ابو علي طلع مدقدق بقى في الشغلانه، ان هو بقى يقعد يضغط على النادي عشان يروح نادي تاني هو عايزه عشان خاطر الفلوس او ازاي ما خدناش بالنا ان احنا نتعاقد مع وسام ابو علي رغم ان هو مهاجم كويس، بس زي ما خدناش بالنا ان هو مهاجم مادي من الدرجه الاولى وبيحسب الفلوس قبل اي حاجه تانية. يا ابني يا حبيب قلبي، هتمشي اتكل على الله، الباب مفتوح، احنا مش هنقعد نتحايل عليك، بس بالعقل كده. اللي يخليك تسيب النادي الاهلي يبقى تروح برشلونه، مانشستر سيتي، تروح فريق كبير، لكن ان انت تسيب الاهلي وتروح دوري امريكي، يا ابني انت كده بتدفن نفسك. عامه الباب مفتوح، انت كده الخسران. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وسام ابو علي يمشي ولا يقعد؟